السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه وصفات وشهوات سعد. اذا كنتوا اول مره غتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر ابوني وكذلك تفعلوا الجرس باش دائما تواصلوا بالجديد. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله البنات جبت لكم وصفه طبيعيه سحريه فعلا مجربه البنات، كتعطي واحد القوه للشعر ديالكم، واحد اللمعان، وخصوصا للسيدات الحوامل اللي كيطيح لهم الشعر ديالهم، والمرضعات اللي كيطيح لهم الشعر ديالهم بسبب الرضاعه وبسبب الحمل، وكذلك البنات اللي عندهم الشعر ديالهم كيتساقط لهم في فصل الخريف فصل الشتاء، وكذلك حتى في فصل الصيف البنات كيكون واحد التساقط كثير للشعر ديالكم. اليوم البنات اللي بقيتوا معايا حتى لاخر الوصفه غنعطيكم جوج وصفات ساهلين، مكونات اللي هي زوينه بزاف للشعر البنات، كما كتشوفوا في الصوره الفلفل والبصله حمراء. غنعطيكم فيهم جوج وصفات البنات ساهلين البنات، نتمنى منكم تجربوها، واللي جربها وعطاتو النتيجه ما تنساوش البنات تخليو لي تعليق تحت الفيديو، وما تنساوش كذلك ديروا لي تخليوا لي تعليق تحت الفيديو، وكذلك اشتراك، وكذلك البنات تخليوا لي جيم لتحت الفيديو باش دائما نوصلكم بالجديد. وندوزوا لاول وصفه البنات، وما تنساوش البنات تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديالها، وكذلك الطريقه ديال الاستعمال ديالها. اول وصفه البنات غادي نحتاجوا الفلفل الاحمر او الفلفل الاخضر البنات، يعني اللي متوفر عندكم. من الاحسن الا كان الفلفل الاخضر تستعملوا، ما كانش كديروا فلفل احمر. غادي نحتاجوا الفلفل الاحمر اللي غادي نحيدوا ليه الزريعه ديالو، نحيدوا ليه هاد النبته اللي كتكون من الفوق. غنحيد ليه البنات هاد الفوقانيه، ونحيد ليه حتى الزريعه اللي كتكون فيه. هاد الوصفه البنات جربوها وما تنساوش البنات راه تبعوها ضروري من المداومه البنات. غادي نخليوها على هاد الشكل. غادي ناخذ واحد القراده وغادي نقطعها مكعبات. هاد الوصفه البنات راه ديجا حطيتها معكم في القناه، وفعلا لقات واحد الاستحسان كثير البنات. كلشي خلوا لي التعليق ديالهم قالوا لي الوصفه راها زوينه وعطاتنا نتيجه اللي هي زوينه. نقطعها بطريقه سهله البنات. باش ما نطولش عليكم تقدروا تقطعوها رقاق من هذا الشكل. انا قطعتها غير على هذا الشكل. هذه الوصفه البنات هاد المكونات غادي نعطيكم اللي غيدير لكم واحد المده ديال اسبوع. غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نخدم معكم البنات بعجاله باش ما نطولش عليكم الفيديو، حيت غنعطيكم جوج وصفات اللي هما زوينين في نفس الوقت البنات كيعطيو نتيجه اللي هي زوينه. غادي ناخذوا هاد الوصفه البنات وغادي نديروا معها كاس مملوء من زيت الزيتون. كما قلت لكم البنات درت عليها كاس صغير، بغيتو ديروا كاس كبير ديروه. درت كاس صغير زيت زيتون، بغيتو تضيفوا عليه واحد ربع كاس زيت الروميه كديروها، يعني نفس النتيجه. بغيتو ديروا غير كاس صغير ديال زيت زيتون كديروه. غادي نديرها البنات فوق حمام مريم. اللي عنده الزيت مالحه كديروه فوق حمام مريم، ولا فوق النار البنات حتى كيبان لكم غلا. والمكونات البنات اللي ما عندوش عنده الزيت كتكون مالحه كتخدموه فوق حمام مريم البنات حتى كيبان لكم الزيت ديالكم سخن وحيدت منه هذيك الملوحه. فهمتوني البنات؟ هانتوما البنات بعد ما غلى ليا المكونات ديالي كيسخنوا مزيان في حمام مريم، وغنخليوه ليله كامله البنات، ليله كامله حتى كطلق لنا ديك الفلفله وفي ديك الزويته اللي كتكون سخونه. طلقنا الفلفله في ديك الزيت ديالنا، ومن بعد البنات غناخذ واحد القريعه ولا سبيراي اللي عندكم، يعني اللي متوفر عندكم، وكنبقاو البنات نديروها في اي وقت غادي نكونوا غنديروا الحمام ديالنا. راها زوينه هاد الوصفه بزاف البنات، كتقوي الشعر وكتكثروا كتطولوا البنات. غادي ناخذ هاد القريعه وغادي نصفي فيها. غادي نحاول البنات نزيد شويه ديال الفلفل، كنخليوها حتى هي تطلق في ديك المكونات، يعني غير ما نكثروش الفلفله ديالنا، يعني غادي نديرو غير قياس
ديال الفلفل. يعني غادي نديرو شي 3 الحبات ولا 4 اللي كنكونوا مقطعين، وكنخليوهم البنات وكنبقاو نستعملوه في اي وقت غادي نديرو الدوش ديالنا او الحمام ديالنا البنات. صدقوني كتخليوها 3 السوايع ولا 4 السوايع البنات في الشعر ديالكم، حتى الوقت اللي غادي تدوشوا فيه ولا غتشوفي الحمام ديالكم. يعني كنديروها في وقت الشقه مع الصباح ولا في العشيه، يعني الوقت اللي كنكونوا غادي كيكون غندوشوا فيه. ندوزو الوصفه الثانيه البنات. هاد الوصفه الاولى راه عطيتها لكم، الوصفه الثانيه البنات كنستعمل فيها الفلفل عفوا البصله اللي كتكون حمراء. من الاحسن تكون بصله حمراء، حيت البصله الحمراء البنات هي اللي كنعرفوا عندها واحد الفوائد زوينه للجسم ديالنا، للشعر ديالنا. يعني الذات كامله عندها فوائد زوينه. خديت البصله ديالي البنات قسمتها على جوج. يمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتو، تكثروا الكميه كديروا بصله ولا جوج، بغيتو غير ديروا كميه صغيره كديروا غير نص بصله. يعني في اي وقت غتستعملوها كديروا نص بصله. كنحيد ليها ديك القشره اللي كتكون فوقانيه اللي كتكون خايبه وقاصحه، هيا كما كتشوفوا. غادي نجيب واحد الحكاكه البنات وغادي نحكها، غادي نحك في هذيك البصله ديالي. ها نتوما البنات بعد ما حكيتها غادي تخرج لي غير ديك الماء ديالها. كنحكها في الحكاكه اللي كتكون رقيقه باش ما يخرجش ليا كلشي. غادي ناخذ غير الماء ديالها تقريبا 2 معالق ولا 3، يعني على حساب ما خرجت لي ديك نصيص البصله. غادي نضيف على البنات واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، نضيف على 2 معالق زيت الزيتون. من الاحسن البنات يكون زيت الزيتون. وسمعوني البنات ما كنديرش البصله على الشعر ديالنا كما كتقولوا. كيقول واحد الدكتور اللي كنتو كتسمعوا به عماد ميزاب، لا دخلتوا شفتوا القناه ديالو ولا دخلتوا الفيديوهات ديالو، هاد الوصفه البنات راه خديتها من عنده وفعلا جربتها وعطاتني نتيجه اللي هي زوينه. كيقول البنات في هاد الوصفه كيقول لكم ما ديروش البصله على الشعر ديالكم، يعني الا درتوها فوق الفروه ديال الشعر راه بحال درتو الكبريت للشعر ديالكم. من الاحسن البنات تضيفوا لها اي زيت عندكم. من الاحسن زيت الزيتون، راه زيت الزيتون كيكون في اي بيت. عندكم زيت جنين القام، عندكم زيت الكوكو، عندكم اي زيت كديروا للشعر ديالكم. كنخلط البنات هذيك المكونات البصله مع الزيت. وملاحظه البنات اللي بغى يدير زيت ديال الفلفله ما عندوش زيت الزيتون كيدير غير هاد زيت الفلفله، راه كتكون النتيجه احسن البنات من كثير. اللي ما عندوش بغى يدير زيت غير هاد الوصفه ولا يعني الوصفه اللي عجبتكم يمكن لكم ديروها. نخلط البنات هاد المكونات صافي، ومن بعد كنديرهم للشعر ديالي. كنحلوا الشعر ديالنا وكنديروها على شكل ماساج البنات. كنبقاو نماسيو الشعر ديالنا والفروه ديال الشعر ديالنا. راه شويه البنات غادي تحرككم في العينين ديالكم، ولكن البنات عادي غير كيبرد الشعر ديالكم الجلده صافي كتولي عادي، يعني ما عندكم مناش تخافوا. وصدقوني البنات من السيمانه الاولى كتعطيكم النتيجه، خصوصا البنات اللي بغا يديروها الخلفه ديال الشعر ديالكم. اللي ما بغاش يديرها الشعر كامل ما يديرهاش، يدير غير الخلفه وغتبان لكم النتيجه. غتشدوا البنات الخلفه ديالكم وتقطعوا دهنوها مزيان كامله. كديروها تقريبا 5 سوايع 6 سوايع البنات الشعر ديالكم. هذا كتغسلوها. اللي بغى يديرها في الليل ويغسل الشعر ديالو في الصباح حتى هي ما عندها حتى شي ضرر. غير البنات ما تخليوهاش طويله في الشعر ديالكم باش ما يوليش العكس الشعر ديالكم. يعني الا خليتوها بتو بها ولا ما عمتوش ولا خليتوها مده طويله في الشعر ديالكم، يعني يومين ولا 3 ايام عاد تعوموا، راه البنات كيولي العكس ديال يعني الشعر ديالكم كيتساقط. من الاحسن البنات ديروها 4 سوايع 5 سوايع نهار كامل. ديروها في الليل وتباتوا بها الصباح تغسلوا الشعر، يعني ما عندها حتى شي ضرر. بالعكس البنات كيعطي ديك المكونات كيتجانسوا مع الفروه ديال الشعر ديالكم وكتحيد لكم حتى القشره. البنات اللي عندهم القشره راه هي كتعاني، اللي كيعاني منها راه عندها دور كبير للقشره ديالكم، يعني كداويها. نتمنى منكم البنات، نتمنى ما نطولش عليكم هذا الفيديو. راني درت لكم 2 وصفات في فيديو واحد. يعني البنات اللي بغاو وصفه ديال تطويل الشعر ولا ديال تساقط الشعر ولا ديال القشره، هاد الوصفه البنات راها زوينه بزاف. وشكرا لكم كذلك البنات على التعليقات ديالكم على التشجيعات ديالكم، وبكم ان شاء الله غادي نستمر لقدام. اللي مازال ما اشتركش في القناه ما تنساوش تدعموا القناه باش دائما توصلوا بالجديد. وما تنساوش البنات تخليوا لي تعليق تحت الفيديو، وما تنساوش تخليوا لي جيم تحت الفيديو. وشكرا لكم كذلك على المتابعة حتى الأخير، وفي فيديو جديد إن شاء الله.